هل اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الاجتهادات وأخطأ فيها؟ وما أثر هذا على الشريعة الإسلامية وأثر هذا على الأمور المعاملاتية الحياتية بين مجتمع الصحابة بعضهم وبعض؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الحبر الشيخ مصطفى العدوي. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أنرتنا في القضية سيدي. الله يبارك فيك وفيك بارك سيدي. نفع الله ربنا وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى. سيدي، السؤال مباشر وصريح، هل اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الاجتهادات وأخطأ فيها؟ يعني إذا تحفظنا من ناحية الخطأ، اجتهد وعوتب في بعض الاجتهادات. فمن ذلك مثلا إقباله على صناديد قريش يدعوهم وإعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم، وفي ذلك نزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وأما يدريك لعله يزكى الآيات. تمام. أيضا لما قابل الفدية من أسارى بدر، لكن ما الحكمة من إعراضه عن ابن أم مكتوم وإعطائه اهتمام لصناديد؟ أقول لك نحن كبشر نظن أن هؤلاء الكبار إذا أسلموا أسلم من دونهم. صحيح. ولكن الأمر ليس هكذا. الهادي هو الله. فقد يسلم الكبير والصغير لا يسلم، قد يسلم الصغير والكبير لا يسلم. تمام. أي نعم. ده كان اجتهاد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للكبار يعني. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. نعم. وهناك أيضا لما قبل الفدية من أسارى بدر نزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولما أذن الله النبي للمنافقين في التخلف. كان في بدر كان المفروض الحكم اللي نزل بالقرآن يقتلهم يذبحهم، ماذا كان؟ لا الحكم ما كان نزل حكما. طيب. ولكن اجتهد النبي في غياب النص. لكن لما اختار قبول الفدية نزل العتاب. وكأن القرآن مثلا يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ برأي سيدنا عمر. أيوة. ويقتلهم مثلا. إشارة إلى ذلك. لأنهم انفذوا بالمسلمين قتلوهم طبعا. نعم. أكيد. نعم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. تمام. أيضا لما أذن لبعض المنافقين في التخلف عن الجهاد قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا صلوات الله وسلامه عليه لما صلى على عبد الله بن أبي وعمر يقول: يا رسول الله فعل هذا الرجل كذا وكذا يوم كذا وكذا يا رسول الله. المنافق رأس بن سلول رأس النفاق. فقال الرسول: أخر عني يا ابن الخطاب، لقد قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت، فإن الله خيرني. نعم. ففهم الرسول أن هذا كان تخييرا. نعم. لكن نزلت بعد: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وقضية تأبير النخل معروفة لديك في أمر من أمور الدنيا وغير ذلك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما طلق أحد زوجاته ولا لما؟ لها سببان من أسباب النزول كلاهما صحيح. لما حرم العسل على نفسه، لما شربه عند زينب. المغافير هذه المغافير ولا العسل؟ لا العسل هو المغافير كان قول مختلق. يعني هم قالوا: سنقول للرسول أكلت مغافير لأن ريح المغافير ليست طيبة. تمام. فقال: قد شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. والثانية دخوله على ماريا في ليلة حفصة. هنا طلق بقى، قالت لا أرضى إلا أن يطلقها يعني. نعم. طلق الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا. لا ماريا كانت أمة، حرمها على نفسه بلا طلاق. حرمها. نعم. كان يتسرى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هي أمة، كانت أم ولد لرسول الله. ألم يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا كانت أمة، ليس زواجا. لم يتزوجها حتى فيما بعد يعني. لا هي كانت أمة. هي هديت من المقوقس حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تمام. إذا هذه الأمور كان الغرض منها التعليم. هل هذه الأمور يتصل بالعقيدة الإسلامية، بعقيدة التوحيد في الأمة الإسلامية، أم معظمها أمور دنيوية متصلة بالحياة والمعاملة؟ لا في بعض الأمور متصلة بأحكام عقائدية مثلا. في بعض الأمور لم يكن النبي أخبر ثم أخبر. فعلى سبيل المثال
كانت يهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها، عليه رضوان الله. دائما تقول أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية؟ اليهودية تقول لعائشة، تدعو لعائشة. فقال الرسول كذبت يهود، إنما تعذب يهود في قبورها. ثم بعد ذلك قال الرسول لقد أوحي إلي أنكم تفتنون نحوا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وذكر الحديث مطولا، فكان لا يترك صلاة بعد ذلك إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. صلى الله عليه وسلم. إذا كان التأصيل الحاصل في مجتمع الصحابة كان فيهم أخطاء لا شك، هم ليسوا معصومين، كم نسبتها؟ كم؟ قليلة جدا، قليلة جدا. هذه القلة يا دكتور محمد سيدي. أشد من الصحابة. نعم. أشد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أبونا الكريم وأمنا الكريمة آدم وحواء عليهما السلام أكلا من الشجرة. صحيح. ونزل إلى الأرض فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. صح. والخليل إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت 3 كذبات. وموسى عليه السلام قبل بعثته قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. سليم. وداود عليه السلام ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. وسليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لكن كل هذه مغمورة في بحور فضائلهم. إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع.